اكتشفت بشركم، يعني الغرب اكتشفوا أشياء لكن الله فتح علي باكتشاف الحمد لله، وله الفضل والنعمة سبحانه وتعالى. مثل ما اكتشف اينشتاين النظرية النسبية، أنا اكتشفت نظرية في الحياة الزوجية وكتبتها في الصحيفة في الشرق الأوسط وانتشرت في النت، اسمها الوصفة السحرية للحياة الزوجية. يعني إذا طبقت هذه الوصفة سوف تعيش أنت وزوجتك أسعد حياة في العالم. اسمعوا مني، أنا اكتشفتها، لم يسبق أن اكتشفها أحد من فضل الله عليه سبحانه، لأنكم تظنون فقط أن إسحاق نيوتن أو اينشتاين الله يجعل حتى في المشرق سبحانه ربي سبحانه. اكتشفت شيء في التعامل مع الزوجة. اسمع، وأرجو أن يكون أنا بيني وبين الإخوان الرجال حتى يسمعون خواتي، يعني حتى أنتهي ثم أتكلم لكم إن شاء الله. والمجالس بالأمانات سر بيني وبينكم، إذا أردت أن تنجح مع زوجتك ففي وصفة اكتشفت أنا وهي رائعة وطبقها كثير من الإخوة حتى عندنا هناك ونجحوا في حياة زوجية ناجحة. أنت طبقها أنت خلاص إن شاء الله فاز ما شاء الله. إذا اختلفت مع زوجتك فحاول ألا ترد عليها ولا تقمعها ولا ترهبها بالصوت أو بالصوت أو تقول ما صدقتي أو كذبتي أعوذ بالله أو يا كذا، لا، اتركها تفضفض. المرأة تريد أن تفضفض، ولا تنتبه للتلفزيون، لا تشتغل بالتلفزيون ولا اجلس واستسلم أمامها، هذا صحيح، وسلم رقبتك واجلس متأدبا وادع لها تتكلم بس، ولا تحاول ترد أبد، لا ترد حتى لا بحق ولا بباطل، وقل صدقتي وأنا أتوب إلى الله. اسمع، وأنا أتوب إلى الله وأعاهدك أني ما أعود إلى ذلك، وأسألك بالله أن تعتقي رقبتي لوجه الله، وأنت المصيبة وأنا المخطئ والشيطان هو لعب علي وأنا عبد مقصر وباب التوبة مفتوح، وإن شاء الله إني أعاهدك المرة الأخيرة بإذن الواحد الأحد. فالمرأة عاطفية وكريمة دائما المرأة، وهي أكرم من الرجل في الغالب، حتى يقول المتنبي ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. المرأة دائما سبحان الله، المرأة أقول لكم عاطفية، المرأة أوفى من الرجل. المرأة تمرض وهي مريضة، تمرض أمها وزوجها وهي مريضة هي. المرأة تحمل ابنها طفلا وتحتضنه وتحتضن زوجها في قلبها وتقوم على الرعاية وتحاول أن تحرص، ومع ذلك تجد الرجل كأنه متكلم. فأقول هذا عليكم بالدراسة، فإذا قلت ما استسلمت لا ترد، لا تحاول ترد.